غريمي ألف 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 مبروك الوصول لنهائي دوري الأبطال مبكرا. طبعا يعني اللي يقول غير كده يبقى راجل منافق، واحنا معلش يعني مش هننافق في الكوره والكلام ده، يعني مش مستاهله. انت كده كده اصلا مدغدغ المنتج ويك على دماغ بروسيا دورتموند ومديله 4-0. انت عارف يعني 4-0 و4-0 ده مع الرأفه، معلش يعني. ده انتوا كانكم بتتدربوا، والله العظيم بجد كانكم في حصه تدريبيه. مش بالسهوله دي يا جدعان يعني. معلش هو مفيش غير برشلونه الفريق الوحيد اللي بيلعب كره السنه دي في العالم كله. تقريبا كل الفرق واقعه. دوري انجليزي اللي هو اقوى فرقه معلش يعني فيه كانت ليفربول، روحت من دور ال 16. ارسنال عمل ماتش على الريال، ماتش ذهاب كويس، ومع كامل احترامي في الدوري بيقع من ولفرهامبتون مثلا او ساوث هامبتون، معلش. انما برشلونه يا جدعان، يا هانز فليك مش كده يعني. ارحم عزيز قوم ازل، كل فرق العالم السنه دي واقعه، فارحمهم مش تفتري. شغل المان، وطبعا كلكم عارفين الالمان. 4-0 في ملعب المونتج ويك. هنتكلم كده عن بروسيا اللي تقريبا ما جاش. بروسيا مين يا جدع؟ حرام عليك بجد يعني. 4-0 تقيله يا جدعان، والله الواحد مش عارف يبتدي منين، لان الاحداث مش كتير، هم 4 تجوان. البدايه طبعا من رافينينيو، عرضيه بتتلعب، كوبارسي بيحط رجليه. بصراحه انا عايز اقول لك على حاجه بجد، حته الجون بتاع كوبارسي بالذات اللي هي رافينيا كملها وجابها جون. اللمسه اصلا بتاع كوبارسي ذات نفسها تحسه مهاجم، اقسم بالله لمسه مهاجم، لمسه صعبه فيها ذكاء، ما تطلعش غير من واحد حريف، واحد واعي كوره. يعني معلش كوبارسي مدافع يا جدعان، مدافع اقسم بالله يعني. انا مش عارف اقول ايه بجد. بعديها طبعا الجليادور ليفاندوسكي لامين يامال، يعني سيبك بقى بص من الهاري ده كله، ولامين يامال في حته تاني خالص بجد، بيلعب في وادي تاني خالص. لامين يامال 17 سنه يا جدعان. انت عارف يعني 17 سنه؟ 17 سنه ده احنا كنا لسه في ثانوي، في ثانيه ثانوي معلش او حاجه زي كده، او ثالثه ثانوي تقريبا مش فاكر يعني. تخيل بيلعب قدام لاعبين بروسيا دورتموند، اقسم بالله كانه بيلعب اخواته في الحوش او في اي حته بجد. عدي من بين 70 يعني مش قادر عليه بجد حرفيا. وبيعمل الكروس بالملي على دماغ رافينينيو، ورافينينيو بيعمل الباص بدماغه برضو للجليادور ليفاندوسكي وبيسجل. انا عايزك برضو تحط في اعتبارك ان اصلا الجون بتاع ليفاندوسكي صعب. ليفاندوسكي انا معظم اصلا جمهور برشلونه ما بيحبهوش وبيغلط فيه ويقول لك ده خلاص عجز وكبر ومش عارف ايه. انا عايز اقول لك ان الكوره دي تقريبا جت لهالاند مع مانشستر سيتي السنه دي، مش فاكر في انهي ماتش، وما عرفش يجيبها جول، حطها في العارضه. فكره ليفاندوسكي خبره، خد خطوه لورا ومع تريحه دماغه الخفيفه خالص حطها جول. اي مهاجم تاني على فكره كان ممكن يجيبها في العارضه، اي مهاجم تاني اصلا ما كانش ممكن يرجع الخطوتين اللي ورا ديت ويطلعها بره اصلا ما يجيبهاش. فلا، رعب بجد. برشلونه السنه دي فيلم رعب على كل الفرق، سواء في الدوري الاسباني مع كامل احترام انا مدريدي واخد منهم 4 و5 فمش هتكلم، حتى المانيا بايرن ميونخ واخد منهم 4، حتى بروسيا 4. مين تاني هياخد 4 يا جدعان او 5؟ والله بتكلم بجد. يعني تقريبا كل الفرق اللي بتقابل برشلونه 4 5 6 7. ايه يا جدعان؟ ليه اللي افترى؟ بتفتروا ليه على الناس؟ خلاص يعني ما جات الموسم ده ولازم ننفجر في الجميع. بس يعني بصراحه هانز فليك عامل لهم فيلم رعب بجد، اقسم بالله يا جدعان عامل فيلم رعب لكل فرق العالم. طبعا الجول الثالث على ما اتذكر برضو الجليادور ليفاندوسكي، لامين يامال بيعمل ثرو باص لفيرمين لوبيز. انا برضو هرجع اقول 17 سنه، الوعي ده جايبه منين؟ والله بتكلم بجد. كميه الوعي اللي عند لامين يامال ما بتشوفهاش غير في اللاعبين البرايم، لما يوصل لسن 30 سنه كده يكون عنده حاله نضج وحاله خبره سنين، مثلا خبرات مثلا 10 سنين بيلعب، فيطلع لك البرايم والباصات دي. لامين يامال بيعمل ده وهو عنده 17 سنه. تخيل يعني ايه بيعمل ثرو باص لفيرمين لوبيز، خلاص فيرمين لوبيز بيعمل الباص للجليادور ليفاندوسكي وبيسجل الثالث عشان خلاص بقى يعني بروسيا ما يكملش. تحس كده لعيبه بروسيا وقفت، انا مش ههاجم حتى مش هدافع مش هضغط على حد، روحوا يا جماعه الرابع. بجد المدافع بيغلط، ليفاندوسكي بيحط الباص لرافينينيو، رافينينيو بكل ذكاء عمل الباص لجميل جمال،
حان الدور على جميل جمال ان هو يسجل. يعني كده لامين يامال مسجل جون وعامل عامل 2 كي باص. عامه هو مسجل جون، كي باص الاولاني لرافينيا، الكي باص الثاني لفيرمين لوبيز اللي عملها باص لليفاندوسكي وسجل. رافينيا مسجل جون وعامل اسيستين، اسيست اول لليفاندوسكي هو مسجل جون، والاسيست الثاني لامين يامال. حتى الجليادور مسجل هدفين يا جدعان. ان شاء الله الخط الهجومي كلهم شغال الاربعه. فيرمين لوبيز عمل ماتش كويس جدا، عمل اسيست. لامين يامال عامل جايب جون وعامل 2 كي باص. ليفاندوسكي مسجل هدفين. رافينينيو مسجل هدف وعامل 2 او عمل اسيستين. يعني ما شاء الله بجد. خلاص كده وصلتوا النهائي مبكرا. ما تلعبوش بجد انتر او بايرن. ممكن انتر شويه عصلك معاكم، بس صعب بجد. الفريق برشلونه رتم سريع، طريقه لعب مباشره، المهارات الفرديه عاليه جدا عند اللاعبين. بس برضه هرجع اقول في حته خوف شويه، ان انا شفت برشلونه النهارده بعد ما سجل الجون الاولاني فتره، او سجل الجون تقريبا في الدقيقه 25، من الدقيقه 25 لحد 40 بروسيا دورتموند مسجل مضيع جونين. دي برضه مشكله قدام الفرق الكبيره بالذات زي انتر او مش عارف ايه، او بالذات انتر. معلش هو بيروح بالكره 2 طول الماتش والكورتين بيسجلهم. دي طبعا مشكله كبيره وعلامات استفهام كبيره. برشلونه احيانا لما بيتاخر ان هو يسجل هدف ممكن يخش في حته شك، يعني اللي هو عارف اللعيبه احيانا بيجي لها حاله من الاهتزاز، حاله من اللي هو ممكن يفقد الثقه بحاجات بسيطه. دي طبعا مشكله في حد ذاتها، خصوصا في الماتشات الكبيره اللي هو نص النهائي او النهائي او ربع النهائي. انت حظك حلو، انت اديت بروسيا في ربع النهائي، اقل فريق تقريبا في ربع النهائي السنه دي بروسيا دورتموند وممكن استون فيلا، وبروسيا اضعف من استون فيلا ده بكتير. عامه معلش يعني كده كده ده دوري فلاحين وكلكم عارفين، وهو اصلا تقريبا العاشر في الدوري، فانت بتتكلم مين يعني؟ اعتقد لو لعبت استون فيلا كان هيبقى اصعب الماتش عليك، او لو لعبت طبعا باريس، ارسنال، مع كامل احترامي انتر او بايرن، الموضوع مش هيكون بالسهوله ده. الحاجه الايجابيه في الفريق ان هو جاب الاول، هيجيب الثاني، هيجيب الثالث، هيجيب الرابع. نفس الاجريسيف في الضغط، نفس الشراسه على الجون. مفيش، هي فلسفه هانز فليك، الفلسفه الالمانيه اللي هو انا هجيب الاول والثاني والثالث. نفس بالظبط بايرن ميونخ 8-2 قدام برشلونه، نفس بالظبط. لو تفتكر كده هانز فليك كان موجود في كاس عالم 2014 مع منتخب المانيا قدام البرازيل 7-1. متخيل يعمل 7-1؟ نفس الموضوع السنه دي يعمله مع برشلونه. هو اقوى خط هجوم ويعتبر تاني افضل خط دفاع في العالم، اكتر فريق في العالم مسجل اهداف، وعلى بعد ان هو خلاص يكسر الرقم القياسي اللي عامله مورينيو مع الريال اللي هو 122 هدف. هو لو استمر بالمعدل ده خلاص. رافينيا السنه دي هداف دوري ابطال اوروبا، ليفاندوسكي هداف الدوري، الواد مين التاني اسمه ايه، فيران توريس هداف الكاس. خلاص كده انتوا محتالين على كل حاجه. تقريبا برشلونه السنه دي بنسبه كبيره هيروح الجوائز كلها لوحدهم. لكن انت تتخيل بقى ان هو ممكن بعد الموسم ده كله تشيزني العائد من الموت ياخد احسن حارس في العالم. لكن انت تتخيل حارس راجع من الاعتزال فيرجع بعد كده ياخد افضل حارس في العالم بعد اول موسم ليه. فانت لا السنه دي برشلونه بجد في سيناريوهات مرعبه، حاجات كده ما يتوقعهاش العقل بجد. انا مش عارف اجيب منين، لان بروسيا كان زي الزفت. بروسيا ما جاش الماتش ب 2 جنيه. برشلونه طبعا هو بيلعب وان سايد جيم، بيلعب كانه في حصه تدريبيه زي ما قلت لك. فانت مش عارف تمسك مين بجد. هتمسك رافينيا هيطلع لك لامين يامال، تمسك لامين يامال هيطلع لك فيرمين لوبيز، هيطلع لك الجليادور ليفاندوسكي، ما تعرفش هيطلع لك بدري من تحت زي خازوق، ما تعرفش هيطلع لك كوبارسي المدافع لمسته اقسم بالله لمسه مهاجم مش لمسه مدافع ابدا. فمش عارف، غمزه اللي بيعملها دي غمزه مهاجمين. طبعا الف مبروك يا غريمي الوصول للنهائي مبكرا. طبعا انت ماتش العوده ده خلاص روح العب بالناشئين بالنسبه لك، فمش فارقه معاك. ماتش انتر برضو كده كده هتكسبه، فكره بقى في النهائي. فمعذرني لو طولت عليك او لخبطت شويه في الكلام، الواحد بيحاول يتاقلم كده على موضوع الفيديوهات ديت. فاتمنى لو عجبك الفيديو لايك سبسكرايب شير.
اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. السلام عليكم.